يا هلا يا هلا. ها ايه الاخبار؟ قولولي حصل معاكوا ايه النهارده لما بدأنا يومنا بان احنا يعني ناخد وجبة تمام التمام؟ تأثير ده عليكوا نفسيا وجسديا كان ايه؟ طيب الناس اللي كانت محتارة يعني ايه ناخد وجبة إيه صحية متكاملة تلبي احتياجات جسدنا، يعني ايه مية بروتين خضار دهون صحية، مفيش امثلة. عايزة اقول لكم ان صفحة الفيسبوك فيها ألبوم ومليان وصفات، مليان وصفات لبطلات، بطلات كورس اتعلمي تاكلي صح، ما شاء الله بيعملوا وجبات واكلات في منتهى الجمال وافكار حلوة جدا ممكن تاخدوا منه. كمان اليوتيوب شانل عندي فيه بلاي ليست كاملة وصفات صحية برضو. هسيب لكم ان شاء الله لينكات بتاعه الحاجات دي للي حابب يستزيد منها. اللي معايا على تليجرام هيلاقي اللينكات على يعني الكومنتات اللي تحت الدي دوت تمام، او الاوديو ده. واللي هيشوف التشالنج على اليوتيوب هيلاقيه في الديسكريبشن تمام. وتعالوا عموما يعني ندي مثال بسيط جدا لوجبة بسيطة جدا صحية وبتلبي احتياجات الجسم. اقوم من النوم اشرب كوبايتين مية حلوين كبار كده تمام، بيضة او اتنين معمولين في زبدة بلدي تمام، مع طبق سلطة حلو كده عليه مثلا زيت زيتون وخل تفاح حلو كده، وفاكهة من فواكه الموسم، اي ثمرة فاكهة صغيرة. يعني فطار في منتهى الجمال مشبع جدا. طبق سلطة كبير يا جماعة، كبير، مش طبق سلطة الاقي حد حاطط لي نص خيارية ونص طماطمية، ما ينفعش الكلام ده. طبق سلطة كبير ومليان خضروات ورقية كمان بالذات، ونوعي وشكلي على قد ما تقدري. يعني فايدة ما بعدها فايدة. ويا سلام بقى لو السلطة الطبق ده حطيتي عليه شوية طحينة، يا نهار ابيض حاجه يعني. انا معروف اصلي بحبي لطبق السلطه اللي بالطحينه ده يعني كل اللي بيدخل معايا الكورس غالبا بيحب معايا الطبق ده. الطبق ده طبق خطير ما حصلش. طيب خلونا نركز بقى النهارده ان شاء الله على هناخد ايه. دي 3. دي 3 بعنوان How to enjoy your food consciously. تمام. تعالوا احكي لكم قصه بتدور جوه اذهان كتير مننا. الفكره بتاعت ايه؟ لا انا مش عايزه امشي في سكه الاكل الصحي ده، انا مش عايزه اتخلى عن حريتي. حريتي في اني انا اكل اللي انا عاوزاه وقت ما انا عاوزاه باي كميه انا عايزاها. الدايت، في ناس الدايت بالنسبه لها هو تخلي عن حريتها. طيب اوكي، يعني انا متفقه معاكي تماما، حقك انت حره، وجميل قوي ان قيمه الحريه عندك عاليه. بس تعالي بقى كده معايا شويه تمام، يعني امشي معايا في السيناريو ده. تخيلي كده انا وانتي دلوقتي قاعدين مع بعض ماشي، واتغدينا غدوة حلوة جدا تمام التمام، حاجة عظمة، وشبعتي وانبسطتي يعني، ومعدتك مليانة وكله تمام ومبسوطة يعني اسمها ايه 100 فل و14 كده، يعني حاجة جامدة جدا ماشي. وبعد الغدا قلتلك ايه؟ بقولك ايه، انا هجيب ايس كريم، تاخدي معايا؟ هتجاوبي تقولي ايه؟ حطي نفسك كده في الموقف وجاوبيني بصراحة، هتقولي ايه؟ غالبا هتقولي اه طبعا اجيب، اخد معاكي ايس كريم تمام. هقولك ليه. مش انتي بطنك مليانة وشبعانة؟ ليه عايزة تاكلي تاني؟ غالبا الاجابة هتبقى ايه؟ هتبقى لا انا مش عايزة اكل تاني ولا حاجة، بس ده ايس كريم يعني، صح؟ مم. صباح الخير، ازيك؟ فين حريتك دي؟ ها؟ فين حريتك؟ انتي كده حرة؟ واخدة بالك؟ انتي مش حرة، بدليل ان انا لو جبتلك طبق سلطة او حتة فرخة بدل الايس كريم مش هتاكليها. اذا انتي حقيقة مش حرة، انتي مخدوعة انك حرة. دي حرية وهمية زائفة. you got the point؟ فهمتي قصدي؟ الحرية الحقيقية هي انك تاكلي وقت ما انتي عاوزة صحيح، بس كمان تقدري ترفضي الاكل وقت ما انتي عاوزة، وما تبقيش حاسة بصعوبة في الرفض او ندم انك رفضتيه. تاني تاني، الحرية الحقيقية هي انك تاكلي وقت ما انت عاوزة صحيح، بس كمان تقدري ترفضي الاكل وقت ما انت عاوزة، وما تبقيش حاسة بصعوبة
في عملية الرفض دي أو ندم إنك رفضتيه. طيب، لكن أكل قدامك وانتي ما تقدريش تقولي له لأ، دي مش حرية، ده سجن وعبودية لأنواع معينة من الطعام. لأنك لو لاحظتي هتلاقي إن الحالة دي متكررة مع أنواع معينة من الطعام، مش كل الطعام. وعليه أديكي عرفتي مين اللي بيسلبك حريتك الحقيقية. طيب، تعالوا نعمل تجربة لطيفة مع بعض. تخيلي نفسك وانتي لسه في ثانوي مثلا، وفي مسابقة معينة وكسبتي فيها وحققتي سكور حلو جدا، وبعد ما خلصتي مامتك وباباكي أو عيلتك أو أصدقائك أو أيا كان يعني اللي كانوا معاكي يعني فرحانين جدا جدا بيكي بقى، وكلكم مشاعركم عالية جدا، ويلا بقى إيه نحتفل، يلا بقى يعني هنخربها، هنجيب بيتزا ودوناتس وآيس كريم وبيبسي وشوكولاتات وكل يعني ما تشتهيه نفسك، يلا ندوس. ها إيه رأيك؟ ها، حاسة بإيه؟ حاسه بايه؟ حطي نفسك في الموقف ده واستحضريه. حاسه بايه؟ استحضري الشعور. حاسه بايه؟ ها، يلا، ايوه انا معاكم، يلا ندوس. تمام، ماشي، حلو، عملنا العمله دي. يلا نروح بقى نشوف نفسنا كده بعدها بساعتين 3 واحنا نايمين على السرير. ايه بقى؟ اخبارك ايه؟ حاسه بايه دلوقتي؟ جسمك حاسس بايه؟ طيب، غالبا هتبقي حاسه بلو انرجي، هتبقي حاسه ان طاقتك مسحوبه منك وتعبانه ومرهقه، ممكن تبقي قلقانه مش عارفه تنامي، او بطنك وجعاكي، او دماغك مصدعه شويه، او حاسه باحباط وشبه حزن او زعل او اكتئاب. تمام. طيب، سؤالي دلوقتي، ليه الناس بتعمل كده؟ بتاكل ده مع انها عارفه ان بعد فتره هيحصل لها كده. انت عارفه ان ده هيحصل لك وهتبقي مش في احسن حال، ومع ذلك بتاكلي الاكل ده برضو، ولو اتعرض عليكي تاني هتاكليه برضو. ليه؟ ليه؟ عارفه ليه؟ علشان العواقب بطيئه بعد شويه، مش لحظيه. في ساعتها وانتي بتاكليه الاحساس رائع وقوي وفوري، ودي حقيقه، بس العواقب السيئه متاخره شويه. طيب، خليني اسالكم سؤال. لو في اللحظه اللي بتشموا فيها مثلا ريحة البيتزا او البيبسي او whatever الحاجة اللي بتاكلوها وانتوا عندكم كريفنج، يعني ما بتقدروش تمنعوا نفسكم عنها، بتحصل لكم العواقب دي فورا، وبتحسوا بمشاعر هابطة فورا. حد فينا هياخد اول قطمة؟ جاوبوني. لا، اكيد لا. وهنا هنكتشف حاجة اسمها The Food Timeline، وانتبهوا معايا جدا لان دي الكور مسج بتاعت النهاردة. الفود تايم لاين ده او الخط الزمني للطعام بيبدأ من اللحظة اللي بيحصل لك فيها كريفنج، مرورا باللحظة اللي بتقرري فيها انت عاوزة تاكليه، وتروحي تاكليه فعلا، وشعورك في اول قطمة وتاني قطمة وتالت قطمة ورابع قطمة ولحد ما تخلصيه، وشعورك بعد ما خلصتيه فورا، وبعدها بنص ساعة، وبعدين ساعة وساعتين وليلتها ولحد بكرة الصبح. ده الخط الزمني لأي أكلة بتاكليها. خلي بالك بقى، اللي هشاركه معاكي دلوقتي it might be mind blowing. يعني حاجة كده بتفجر العقل، صادمة مبهرة. لما سألتك، خلي بالك، انتبهي، ركزي، لما سألتك يلا ناخد بيتزا وايس كريم ودوناتس وكوكا واتيفر، يعني الحاجة اللي هناكلها، بدأتي تحسي بالسعادة من امتى؟ بدأتي تحسي احساس حلو من امتى؟ انا اقترحت عليكي وانتي بدأ يبقى عندك كريفنج، وبعدين ادركتي انك ممكن تطلبي فعلا الحاجات دي وتاكليها.
وطلبتيها وأكلتيها، في أي نقطة من دول بدأتي تحسي بإحساس حلو؟ قولولي. أيوة، من قبل حتى ما تاكليها. وهنا الحاجة المهمة اللي عايزة أقولها، قربوا وانتبهوا كويس. مش الأكل هو اللي خلاكي تحسي بسعادة، قرارك إنك تاكليه والشعور الحلو اللي متوقعة تاخديه بعد ما تاكليه هو اللي بسطك، مش الأكل نفسه ولا الشعور اللي بعده. توقعك للسعادة هو اللي فرحك. وصلت؟ تاني، مش الأكل هو اللي خلاكي تحسي بسعادة، قرارك إنك تاكليه والشعور الحلو اللي متوقعة تاخديه منه بعد ما تاكليه هو اللي بسطك، مش الأكل نفسه ولا الشعور اللي بعده. لأ، توقعك للسعادة هو اللي فرحك. عدى عليكي يوم وحش أو يوم حلو جدا وأخدتي قرار إنك تشتري بيتزا أو دونتس أو آيس كريم، أي تشوكلت، أي حاجة whatever، يعني الحاجة اللي بتكريفي عليها. من لحظة ما أخدتي القرار جسمك بدأ يفرز كيميكالز تحسسك بالسعادة. مش الأكل اللي خلى جسمك يفرز الكيميكالز دي، مش طعمه ولا ريحته ولا هو نفسه، إنما الكونديشنينج، الرابطة اللي حاصلة جوه عقلك بين الأكل ده وبين شعور الراحة والسعادة. لو أهلك مثلا وانت طفلة كانوا بيكافئوكي بأكلة معينة عشان عملتي حلو في حاجة، أو بيشتتوكي بالشوكولاتاية مثلا لما تبقي زعلانة أو بتعيطي، أو يفرحوكي بتورتة في عيد ميلادك أو whatever، أو لما فزتي في المسابقة الفلانية، مرة في مرة هيوصل جوه عقلك ومشاعرك إن الأكلة دي ليها معنى معين، وتحصل الرابطة دي جواكي، بحيث إن أول ما تسمعي اسم الأكلة دي على طول جسمك أوتوماتيك يبدأ يفرز جود كيميكالز تحسسك بالراحة والسعادة. ايه رأيكم بقى؟ طيب، خدوا التقيلة بقى. تعتقدي ان الجود كيميكالز اللي جسمك بيفرزها دي بتخليكي تحسي بطعم الأكل بشكل مختلف؟ فكري كده. دي الحقيقة، الجود كيميكالز بتخليكي تحسي بطعم الأكل أحلى بكتير من حقيقته. تخيلي الجود كيميكالز اللي جسمك أفرزها من قبل حتى ما ياكل بيخلي جسمك أو بيخليكي أنت تحسي بطعم الأكل أحلى بكتير من حقيقته. وهنا الكذبة والخديعة. إعلانات كوكا كولا مثلا، لحظة فتح الإزازة والتش اللي بتحصل، وربط اللحظة دي بإنك فتحتي إزازة الفرحة، في اللحظة دي جسمك بيفرز دوبامين وسيروتونين ليجالي، بشكل قانوني وبشكل حلال. يعني بتبقي وكأنك تحت نشوة مخدر، بس بشكل قانوني وحلال. وخلي بالك ان الدوبامين والسيروتونين هي نفسها الكيميكالز اللي بتحفز افرازهم المخدرات، فما فرقتش. طبعا في كوكا كولا او اي مشروب غازي، يعني انتي ما بتفتحيش ازازة الفرحة، انتي بتفتحي ازازة دايابيتس، سكر نوع تاني ومقاومة انسولين وكوكتيل امراض محترم، وطبعا وزن زايد. ومع اول بق بتاخديه منها من الازازة شعورك بيبقى واو، طعمها حلو قوي، والحقيقة انك حاسة طعمها احلى اضعاف طعمها الحقيقي بسبب الدوبامين والسيروتونين. وهثبت لك ده. مين فيكم في اخر حتة في الشوكولاتة او اخر بق في ازازة الكوكا مثلا او اخر لحسة في الايس كريم بيحس او بتحس ان طعمها مش حلو قوي زي اول قطمة؟ مين مر بالتجربة دي؟ قولولي، شاركوني.
كلنا لو مركزين هنلاقي كلنا تقريبا مرينا بالتجربة دي. اللي حصل ان صناعة الطعام فهمت اللينك ده وعملت رابطة بين مشاعر السعادة والراحة علشان نحس ان اكلهم احلى 100 مرة من حقيقته. وكمان بقى ما اكتفوش بكده، لا دول زودوا على كده انهم اضافوا للطعام نفسه خلطات معينة بتلعب في دوبامين الدماغ بحيث انها تحفزه بشكل اكتر، بحيث ان انت تفضلي واقعة تحت تأثير المخدر والاعتقاد الخاطئ بان اكلهم طعمه حلو لأطول فترة ممكنة. ده الهدف من الساندويتش او المشروب او whatever المنتج اللي هم بيقدموهولك. الهدف منه انه يتباع منه كتير، حتى لو هيحطوا فيه سم. حرفيا مادام السم ده هيخليكي تشتري اكتر هيحطوه، ملهمش دعوة هم بصحتك او تأثير كل اللود والباد كواليتي فود ده اللي بيبيعوها عليكي، طالما ماكينات تعدي الفلوس شغالة. يبقى الأول عملوا الرابطة دي بالنوع الأكل ده والشعور ده وخلى جسمك يفرز كيميكالز بشكل طبيعي، وبعدين حطوا في أكلهم مكونات ترفع الكيميكالز دي بتاعتك زيادة كمان علشان تفضلي في نفس الحالة، وبترفعوا زيادة بشكل غير طبيعي. غير طبيعي، النقطة دي مهمة. لكن للأسف العواقب بتحصل بعدها بفترة. العواقب بتاع الأكل ده على جسمك ومودك وحالتك المزاجية بتحصل بعدها بفترة، للدرجة اللي ما بتخليكيش تربطي الاتنين ببعض، وان اللي انتي بقيتي فيه دلوقتي ان انتي صحيتي الصبح متنكدة او مودك متغير او مش كويسة علشان الأكل اللي أكلتيه بالليل، الأكل اللي أكلتيه امبارح. وخليني اديكي مثال. الناس للأسف اللي بتشرب خمرة بيفضل يشرب ويشرب ويشرب، وتاني يوم الصبح بتكون حالته مزرية، ممكن يرجع ويتعب ويصدع وبطنه توجعه، يعني حالة مزرية. وبيبقى ساعتها بيقول لنفسه بشكل صادق يعني أنا مش هعمل كده تاني، إيه اللي أنا عملته في نفسي ده؟ بس بعدها بكام يوم بيروح يشرب تاني. ليه ده بيحصل؟ علشان العواقب أو النتائج المزرية للأكلة دي أو للشرب ده عليه بيبان متأخر شوية. لو كانت أول ما بيشوف الإزازة أو الكاس اللي هيشربه بتحصل له الحالة دي كان وقف وما قربش منه. لو قلتلك إنك في نص ما بتاكلي دوناتس مثلا بتبدأ تبان عليك الأعراض المزعجة دي، هتعملي دايما حسابك إنك ما توصليش للنص وهتاكلي حتة صغيرة وتكتفي. فالمشكلة إن الأعراض بتظهر متأخر، والريورد أو المكافأة أو الحالة الحلوة لحظية ودلوقتي. هي دي فكرة المخدرات بالظبط. لما بنوعى ده بنعرف نختار أكلنا بشكل واعي أكتر. وعلشان كده الفود تايم لاين مهم، إنك تبقي واعية ومنتبهة لكل أكلة بتاكليها التايم لاين بتاعها على جسمك ومودك عامل إزاي. طيب واجب النهاردة اتبعي الكريفنج بتاعك. ايه ازاي يعني؟ ايوه اتبعي الكريفنج بتاعك، مفيش مشكلة. حطي النيد في النص زي ما قلنا في اول سيشن، satisfy your needs مسبقا زي ما قلنا في تاني سيشن. ولو لسه عندك كريفنج لو سمحتي طوعي وانتبهي لمشاعرك في اللحظة اللي بتقرري فيها انك هتاكلي الحاجة اللي بتكريفي عليها دي whatever هي ايه. ولكن قبل ما تاكلي وفي اللحظة اللي هو فيها في ايدك وبتشميه، عايزاكي تفكري في 3 أعراض سيئة بتحصل لك بعد مرور وقت من أكل الحاجة دي. وكمان عايزاكي تفكري في العواقب طويلة المدى على مدار حياتك وسنينك اللي جاية لو فضلتي كل ما يجيلك الكريفنج ده تطوعيه وتاكلي البتاع اللي في ايدك دي. فكري وخدي وقتك، وبعدين شوفي كده مشاعرك ناحيته بقت عاملة ازاي. هل لسه عايزة تاكليه؟ لو لسه عايزة تاكليه فأوكي جو اون كلي، بس دلوقتي بقى عايزاكي تنتبهي للتايم لاين ومشاعرك والأحاسيس النفسية والجسدية اللي هتحصل لك بعد أكله. هل طعمه حلو قوي زي ما كنتي متخيلة؟ هل اداكي شعور السعادة زي ما كنتي متوقعاها بالنسبة اللي انت متوقعاها أو للدرجة اللي انت متوقعاها؟
هل حسسك بالجوع تاني بعد فترة؟ هل زود الكريفنج عندك وإحساسك بالجوع عن العادي؟ هل سحب منك طاقة؟ حسيتي بتعب، إرهاق، ضيق، زعل، حزن، اكتئاب؟ في أي مرة يحصل لك كريفنج طبقي التمرين ده وقوليلي حسيتي بإيه. عيدي التجربة وطبقيها وقوليلي حسيتي بإيه. ها، مين معايا؟ مين معايا هيعمل التجربة دي؟ قوليلي ايه الكريفنج اللي هتعملي التجربة عليه، هتاكلي ايه؟ وقوليلي دلوقتي يا ريت متوقعة ايه، توقعك ايه. وبصراحة اكتر قوليلي متوقعة تحسي بايه بعد ساعة او اكتر شوية من اكل الحاجات دي. اكتبولي، شاركوني. ومتوقعة العواقب طويلة الامد للاكل ده على صحتك في سنين حياتك اللي جاية شكلها ايه. اعتقد كده انتوا عارفين اللعبة ما شاء الله وبقيتوا واعيين ليها، ومتوقعة ان التجارب اللي عملناها مع بعض دي هتزود وعيكم وتحط الموضوع في بؤرة الشعور والعقل الواعي، وتبدأوا تلاقوا تغيير حقيقي على سلوككم واختيارات أكلكم. لأن أنا شفت ده بعناية كتير قوي، حاجات المجتمع الطبي بيعتبرها معجزة، زي ان ناس تخف من السكر، مقاومة الانسولين، من امراض الضغط، من الغدة الدرقية، من الصدفية، من خشونة المفاصل، من الكبد الدهني، حتى من الكانسر. دي كلها امراض بيعتبرها المجتمع الطبي مزمنة وملهاش علاج، لكن بتخف وبتتعالج والجسم بيرجع لفطرته وبيتوازن تاني بالتغذية الصحيحة. واللي في التشالنج بتاعنا هنا ده بنحط أولى قواعدها مع كل بطلة وبطل فيكم. الموضوع مفهوش معجزات، هي كيمياء من الآخر، هي بايوكيمستري، كيمياء جسدك. طيب قولولي بقى، هل فهمتوا قصدي بفكرة الحرية في الطعام؟ وصلت لكم؟ لسه برضو مش عايزة تتبعي أكل صحي علشان فاكرة إنه بيسلبك حريتك؟ هل وصلك إن مش الأكل الصحي اللي بيسلبك حريتك، بالعكس ده الأكل المضر الغلط ده هو اللي بيسلب حريتك، هو اللي مخليكي عبدة ليه؟ وصلت النقطة دي بوضوح؟ هل فهمتوا فكرة الكريفنج؟ فهمتوا الكريفنج هدفه الأساسي إيه؟ موجود ليه؟ قولولي في الكومنتات يا ريت. فهمتوا إن الكريفنج هدفه الأساسي to satisfy your needs, your body needs، موجود عشان يلبي احتياجات الجسد، وإن تم اختطافه من الفود كامبانيز، شركات الصناعات الغذائية. طيب قوليلي، عرفتي مين من الماركات بتاعت الأغذية هي اللي خطفت الكريفنج بتاعك؟ قولولي في التعليقات، وقولولي من تجربتكم في اليومين اللي فاتوا ايه اللي حصل لما حطيتوا الاحتياج قبل الرغبة. لما رحتي الأول لبيتي احتياج الجسد، ايه اللي حصل للكريفنج؟ قل، اختفى، فضل زي ما هو؟ وايه اللي حصل في الكريفنجز عامة لما اخدتي خطوة استباقية ولبيتي احتياجات جسدك مسبقا؟ ضعف، اختفى؟ لو الكريفنج بتاعك اختفى او عرفتي تعملي له ماسترنج او كنترولينج، انتي كده بقيتي من الأحرار. الفود اندستري مش هتقدر تكنترول يو اني مور، هما ما يقدروش يتحكموا فيكي او يستغلوكي الا من خلال احتياجاتك الغير ملباة. فهمتي عليا؟ وهي دي الفاونديشن اوف فود فريدم. طيب سؤال كمان، بتحسي بالتحسن والراحة امتى؟ لما بتقرري تاكلي الاكل ولا لما بتاكليه فعليا؟ طيب سؤال للشاطرين بقى، ايه اللي بيخلي الاكل طعمه احلى من حقيقته؟ الدوبامين والسيروتونين. برافو، انتوا كده تمام، انا براجع معاكم على فكرة. براجع معاكم بالاسئلة. طيب قولولي مين في ال3 سيشنز دول حست ان علاقتها بالاكل اتغيرت فعلا، اتحسنت؟ اكتبولي. طيب بالظبط كده، هو ده التكنيك اللي بحب استخدمه في كل كورساتي وشغلي، التركيز على بناء العادات وتغيير الافكار والسلوكيات.
بشتغل على علاقتك بالطعام وعلاقتك بجسدك في بناء سلوكي معرفي، مش الكالوريز ريستريكشن وقللي أكلك والعبي رياضة والكلام السطحي ده، لأ. أنا ببقى قصده إني أتخلل نفسك وأفكارك ومشاعرك، ويحصل تغيير حقيقي في منظومة استيعابك لأكلك وجسمك وصحتك وفطرة ربنا فيكي. بكرة إن شاء الله هيبقى يوم مهم جدا وممتع جدا، هنتعلم فيه شوية حاجات رائعة. اليوم بكرة هيبقى اسمه rewarding yourself the right way. حقيقي يوم هيبقى في شوية حاجات جامدة جدا، يعني لا يفوتكم. ومستنياكم بكرة. سلام.